هل الأحسن إنك تحسب سعراتك كل يوم ولا تمشي على نظام ثابت من وجبات معينة؟ بص وركز معايا، عشان تخس هو في الأساس عجز سعرات حرارية ممكن توصل له بطريقتين، أول واحدة وهي تحسب السعرات الحرارية بتاعتك كل يوم، وده ينفع تبدل الأكل بتاعك وتغيره على مزاجك. بص هو الحقيقة صعب جدا حد يفضل ماشي بالميزان طول الوقت، أي أبلكيشن أو أي موقع بيحسب سعرات الماكروز بتاعتك بيختلف في الأرقام، يعني مثلا 100 جرام شوفان هتلاقي أرقام مختلفة من موقع للتاني، كمان مش كل الأكل هيأثر عليك بنفس الطريقة، ممكن وجبة ترفع الأنسولين بسرعة وتخليك تجوع تاني بسرعة، وفي الآخر مش هتقدر تحاسب نفسك بدقة كل يوم، يعني ممكن تجيب نتيجة بس مش بنفس قوة النظام الثابت. تاني نظام هو النظام الثابت، وده وجبات محددة، ده اللي بيجيب نتائج أقوى بكتير من النظام المتغير. ليه؟ لأنه التزام، مش معناه حرمان أو دايت قاسي، بالعكس بناكل كل اللي نفسنا فيه زي الرز أو العيش أو الفراخ أو البيض، بس بنظبط الكميات ونغير العادات بتاعتنا. الميزة كمان إنك بتعيش يومك ببساطة، بدل ما تفكر كل يوم هتفطر إيه، يبقى عندك خطط، مش كل يوم هتلاقي نفسك قدام سفرة مليانة فلافل ومحاشي وتقول طب هبدأ من بكرة. الحساب بالميزان ينفع لبعض الناس بس مش عملي طول العمر. النظام الثابت هو الأقوى في النتائج لأنه بيبني عادات وانتظام. لو عايز حد يظبط لك نظام سهل من غير حرمان ويخليك تاكل وتشبع وتخس، تابعني أو ابعت لي كلمة أنا في كومنتات وأنا هرد عليك بكل التفاصيل.